إليك القصة كاملة ومفصلة على السفاح تيرودان، قضية اللي حبسات الأنفاس المغاربة في صيف عام 2004 وتحولت إلى واحدة من أغرب وأبشع القضايا القتل المتسلسل في تاريخ المغرب العربي. من هو عبد العالي الهادي؟ ولد عبد العالي الهادي في بيئة وعائلة عادية، ولكن مسار الحياة انحرف مبكرا. عاش في عدم استقرار والتنقل بين المهن الهامشة بسيطة قبل استقراره في مدينة تيرودان جنوب المغرب. عاش لفترة في مدينة دار البيضاء، وهناك بدأ يتردد على عالم شوارع وخلفيات والمحطات. استقر به المطاف في مدينة تيرودان، حيث اتخذ من الكوخ مهجور وصفيحي قريب من وادي سوس ومحطة حافلات مكانا لإقامته. كان يشتغل أحيانا كحامل أو وسيط في محطة، وهو ما جعله وجها مألوفا لا يثير الشبهات بشكل كبير. استغلال أطفال الشوارع لم يكن اختيار عبد العالي الهادي لضحايا عشوائيا، بل كان يتبع بروفايل محدد. الفئة المستهدفة أطفال قصيرون بين 10 و 15 سنة الذين يعيشون في وضعية تشرد أو الهاربين من المنازل أسرهم بسبب الفقر أو مشاكل عائلية، والذين يعيشون في محطة الحافلات. الأسلوب الاستدراج كان الهادي يقترب من هؤلاء الأطفال المتروكين لمصيرهم، يظهر لهم جانب العطف ويقدم لهم سجائر أو قطع حلوى أو مبالغ مالية بسيطة جدا، ويعدهم بتوفير مكان آمن للنوم في كوخه بعيدا عن برد الشارع وأعين الشرطة. داخل الكوخ المعزول، بمجرد دخول طفل إلى كوخ ينقلب الرجل الطيب إلى وحش كاسر. كان يقوم باحتجاز أطفال واغتصابهم واعتداء عليهم جنسيا تحت تهديد والتعنيف المستمر. القتل والتخلص من الجثث خوفا من فضيحة ومن أن يقوم أطفال بتبليغ عنه لدى مصالح الأمن. كان الهادي يتبع طقوسا دموية ثابتة لإنهاء حياة ضحاياه. بعد إشباع رغبته السادية كان يقوم بخنق الطفل بدم بارد باستخدام حبل أو يديه العاريتين حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة. التخلص من الجثث لم يكن يغادر المحيط، بل كان يدفن الجثث في مقابر عشوائية حفرها بنفسه، إما داخل الكوخ أو في أراضي خلوية محيطة بوادي السوس قريب منه، مستغلا جنح الظلام وهدوء المنطقة المعزولة. استمر هذا الكابوس لفترة امتدت لشهر أو لأشهر. نجح خلالها في تصفية 9 أطفال دون أن يثير انتباه الجيران أو السلطات، مستغلا أن ضحايا من المنسيين الذين لا يملك بعضهم عائلات تبحث عنهم بشغف. كيف سقط القناع؟ في غشت 2004، في شهر غشت من سنة 2004 قادت الصدفة محضة إلى نهاية هذا المسار الإجرامي. كان بعض الأطفال يلعبون ويرعون أغنام بقرب من مجرى واد سوس بضواحي تيرودان. عثر الأطفال بصدفة على بقايا العظام بشرية بارزة من تحت التراب بسبب الكلاب الضالة أو العوامل التعرية، ومعها بقايا ملابس صغيرة. أبلغ الأطفال عائلاتهم، وبدورهم أحضرت العائلات السلطات المحلية والشرطة القضائية. طوقت الأمن أماكن وبدأت عمليات الحفر لتكون الصدمة عثور على هياكل عظمية وجثث في طور التحلل لأكثر من طفل. اعتقال واعترافات صادمة قادت تحريات ومسح الميداني للشرطة إلى اشتباه في عبد العالي الهادي نظرا لتردده الدائم على تلك المنطقة واقتراب كوخه من مقبرات جماعية العشوائية، فضلا عن الملاحظات وسلوكه الغريبة مع أطفال المحطة. عند مداهمة كوخي واقتياده للتحقيق ومواجهته بالأدلة وملابس معثور عليها، انهار المجرم سريعا واعترف بالتفصيل تقشعر له الأبدان. إعادة تمثيل. واكب الرأي العام المغربي عبر التلفزيون والصحافة التي كانت تسمى آنذاك بالصحافة المكتوبة لقطات إعادة تمثيل جريمة، حيث كان السفاح يدل الرجال الأمن ببرودة تامة على أماكن دفن الأطفال وكيفية خنقهم. المحاكمة وملف القانوني. في عام 2005 مثل عبد العالي الهادي أمام غرفة الجنايات لمحكمة الاستئناف بأكادير، تضمن الصقل اتهام جنايات ثقيلة: قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، هتك عرض قاصرين باستعمال العنف، وتمثيل بالجثث. قضت محكمة بإدانته بالإعدام
الوضع الحالي، نظرا لأن المغرب لا يطبق التجميد الاختياري اختياريا وعمليات لتنفيذ عقوبة الإعدام منذ عام 1993، حيث تصدرت الأحكام ولا تنفذ عن السفاح تيرودانت يقضي حاليا عقوبة السجن المؤبد وراء القضبان في أحد السجون المغربية الصارمة. خلاصة القصة ودروس المستفادة: شكلت قصة السفاح تيرودانت صدمة نفسية واجتماعية للمغاربة، ودقت ناقوس الخطر حول ظاهرة أطفال الشوارع. كيف يمكن لإهمال هذه الفئة أن يجعلها صيدا سهلا للمجرمين والساديين؟ أهمية التبليغ: غياب قنوات التبليغ السريعة عن اختفاء الأطفال في ذلك الوقت ساعد المجرم على استمرار. أدت هذه القضية إلى تغيرات كبيرة في نظرة المجتمع وجمعيات حقوقية لحماية الأطفال بالمغرب، وتكثيف المراقبة حول المحطات ومناطق الهمشية. إذا وصلت حتى لهنا في هذا الفيديو ما تنساش أنك دير أبوني يعني سبسكرايب ولايك الفيديو، وأهم حاجة هو بارطاج القصة مع عشرينك ولا صحابك باش يطلع الفيديو ونستافدوا جميع، وتحفزوني أننا نقدم لكم فيديوهات عن الإجرام ولا عن أي حاجة. المهم نبقاو عائلة مجموعين ونشاركوا الآراء. وما تنساوش أهم حاجة كتغنسى هو أنك تقول لي الرأي ديالك في الكومنتير في ذاك الوقت ما بين الفرق ما بين الإجرام اللي كان قبل في التسعينات والإجرام ديال دابا، مع توفر أن دابا قنوات اللي كاينة أو الصحافة اللي كتلوح فيديوهات ولايفات كينتشر الخبر بسرعة، ماشي بحال ذاك الوقت اللي ما كان حتى شي حاجة غير الصحافة المكتوبة، يعني كتكتب في الجورنال وفقط لا كتعرض في الأخبار. المهم خليكم في فيديو جديد، تشاو.